ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو انا عملته. النهاردة انا فين؟ انا في العتبة، عندي مترو العتبة كده. قابلني بتاع شنط، عنده شنط جميلة قوي. الفرشة اصلا لفتتني، كان في كذا فرشة بس الفرشة دي تحديدا لفتت نظري، علشان كان فيها كذا حاجة مختلفة وكل حاجة لها سعر مختلف. في حاجات عنده بتبدأ من 30 جنيه. انتوا متخيلين يا جماعة؟ 30 جنيه وحاجات جميلة جدا. بس قبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة علشان يوصل لكم كل جديد، ولو في اي حاجة انزلوا اكتبولي تحت في الكومنت يا جماعة. يلا بينا نبدأ الفيديو. احنا كده فين؟ احنا في العتبة. انا ركبت مترو العتبة ونزلت المحطة يعني بتاعت العتبة، ورحت الاتجاه اللي هو بتاع الرواعي. الاتجاه بتاع الرواعي، مشيت كده على ايدي اليمين، يعني هما يدوبك خطوتين لقيت الفرشة دي. صاحبها وانا سمعتهم ان هما بيقولوا له يا بقه، هو ما بيتكلمش حتى. سمعتهم ان هما بيقولوا له يا بقه، بس هو يعني انسان، حد غلبان كده، حد كويس يعني. لقيت عنده التشكيلة دي، ولقيت زحمة كمان. انا استغربت بصراحة من الاسعار، فانا قلت اللي انا ايه يعني اصور لكم التشكيلة واصور لكم الاسعار ايه هي. هو ما كانش عايز يقول لي في الاول على الاسعار، مش عارفة ليه، كان فاكرني من بتوع الضرايب ولا ايه، مش عارفة. بس بعد كده راح قال لي لا خلاص عشان متابعينك في القناة فانا هقولك على الاسعار. بصوا دي برضو في منها الوان، في منها الكحلي اللي انا كنت ماسكاها، دي كانت ب65 جنيه. ودي برضو الماتيريال بتاعتها حلوة. والسودة دي برضو شكلها كيوت ومختلف، حلوة قوي، شكلها جديد على فكرة. دي كانت ب75 جنيه، وعنده اسعار برضو ب40 و45. دي كانت ب65، وكان في منها الوان. بصوا الماتيريال بتاعتها. طبعا الشمس كانت جامدة قوي، انا كنت يوم حد اصلا، فالشمس كانت جامدة قوي، فانا كنت بصور بالعافية. بصوا السودة دي برضو شكلها كيوت. السودة دي انا شفت اختها برا كانت ب160 جنيه، عنده هو ب65 جنيه. انتوا شايفين الفرق قد ايه؟ لا فرق كبير جدا. وفي منها برضو الوان. بصوا دي كمان السودة دي منقطة، حلوة قوي. دي اخت السودة اللي انا وريتها لكم، دي الجملي منها، اخت السودا اللي انا وريتها لكم. شكلها حلو برضو مختلف، عنده تشكيلة كتير قوي. بصوا دي برضو، دي كانت ب85. بصوا من جوه، والله من جوه جميلة. ما فيش الاسعار دي دلوقتي من ساعة ما الدولار عالي، فكل حاجة غليت معاه. ودي برضو بناتي، دي حلوة قوي. هي عايزة تتمسح، بس في حاجات على فكرة عنده يا جماعة شكلها حلو واسعارها رخيصة، بس هي بتبقى ما فيهاش عيوب، هي بتبقى ايه، عايزة تتمسح. دي اللي انا ماسكاها، دي كان عندي منها البينك، كنت جايباها ب260 جنيه. هو عنده بقى ب80 جنيه. انتوا شايفين الفرق قد ايه؟ يعني انا اتضحك عليا ولا ايه؟ مش عارفة بصراحة. انا من ساعة ما نزلت العتبة وانا لقيت ان في فرق كبير قوي ما بين العتبة وبين الاسعار بره، لدرجة اللي انا قلت لا، انا معظم الحاجة اللي انا هشتريها بعد كده لا، انا هشتريها من العتبة. احسن بكتير. واللي عاوز ينزل عتبة يا جماعة ينزل يوم الجمعة ويوم الحد. بصوا الحمرة دي عجباني جدا، كانت ب70 جنيه. يعني 70 جنيه بالنسبة لها ولا حاجة. دي بره تتباع ب160 وب150، وتلاقي البياع بيتنك علينا. ومش عاجبك يا مدام روحي. بص دي برضو جميلة قوي، دي كانت ب45، ممكن تاخدوها برضو على 40. بصوا دي كمان السودا دي شكلها حلو قوي. وبكده بقى يا حلوين نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش ان انتوا تعملوا الاشتراك في القناة علشان في ناس كتير قوي مش مشتركة، وتعملوا لايك للفيديو. ولو في اي حاجة اكتبولي تحت في الكومنت، وانا هسيب لكم العنوان بالظبط في اول تعليق مثبت. انا على فكرة برد على كل الكومنتات.
باي باي، اشوفكم على خير بقى في